ساعات كتيرة قوي بيكون الاندر سبيندنج is more riskier than الاوفر سبيندنج. بص، ناس كتير قوي بيبقى فاكره ان الاوفر سبيندنج غلط، بس انا من الحاجات اللي دايما اتعلمتها طول الشغل السنين دي كلها مع سبيندنج مليونز مع كلاينتس كتير، ده ساعات كتير قوي بيكون الاندر سبيندنج is more riskier than الاوفر سبيندنج. اخطر بكتير ان انت ما تصرفش كفايه على الكرييتيف او على المنتج او على الاودينس اللي انت بتحاول توصل له، وتوقف الكامبينز بتاعتك وتوقف الاكتيفيتي بدري. دايما احسبها ازاي؟ احسبها بان انت بتيجي تعمل اوبتمايزيشن على اي بلاتفورم فور ا كامبين، بتحط ديلي بادجت مناسبه للكوست بير اكوزيشن او تكلفه العميل. وليكن مثلا انا ببيع منتج ب 1000 جنيه، تمام؟ فانا سي المارجن بتاعي وليكن 30% 300 جنيه، فانا مثلا عايز الكوست بير اكوزيشن ما تزيدش عن 100 جنيه. فانت بتعمل ايه؟ انت محتاج خلال اسبوع ان انت توصل ل 50 عمليه شراء او بيرشيس ايفنت على الاكونت اللي بتشتغل عليه، وبالتالي خلال 7 ايام. فاضرب ال 100 جنيه في 50 واقسمها على 7 وحط نسبه بسيطه 10% زياده عشان يكون عندك مور روم فور اوبتمايزيشن. فدايما ادي وقت للكرييتيف، ادي وقت للكامبين عشان ما ترجعش تندم وتقتل البرودكت. كان ممكن يكون هيرو برودكت وممكن يعمل لك جروث رهيب، وفي نفس الوقت تبقى انت خايف ان هي تبقى